تحية من فرانس 24 في جولة يومية عبر الصحف التي واصلت اهتمامها اليوم بالأوضاع في سوريا وإيران ومصر، وتحدثت بداية عن الانشقاقات السورية التي تتزايد في صفوف النظام، انشقاقات قد توحي بانفراج قريب للوضع السوري، لكن الياس خوري في صحيفة القدس العربي لا يتفاءل بحل سريع للأزمة. السوريون يقاومون بمفردهم، يقول، وحدهم يتظاهرون ويصنعون الأمل، ووحدهم يتركون باب المستحيل ويموتون. لعبة النظام باتت واضحة، يتابع الكاتب، إنها استدراج للثورة إلى الحسم العسكري، ولن يغير التنسيق الجديد بين المجلس الوطني والجيش الحر من هذه المعادلة في غياب أي تحرك دولي. غسان الإمام في صحيفة الشرق الأوسط يرى في إمكانية تدويل الأزمة السورية انتقالا من عجز عربي إلى عجز أمريكي أوروبي. شمشون السوري أي الأسد كما يصفه الكاتب يستفيد من عدة متغيرات في المنطقة ليحكم قبضته على سوريا. بشار الأسد يدخل التاريخ بمخالفة السير كما يراها الكاتب، مخالفة لأنه يسير في عكس تيار المسيرة الشعبية. جورج مالبرونو في صحيفة لو فيغارو الفرنسية يتساءل هو أيضا عن سبب صمود الرئيس السوري الذي ما زال يتمتع بغالبية مؤيدين ليست ببعيدة عن 50%، وتضم الأقليات وأعضاء الحزب والتجار في دمشق وحلب، غالبية ستساعده على تمرير مشروع الاستفتاء على الدستور في مارس القادم. الكاتب يعتقد أن هدف النظام اليوم هو المراوغة لكسب الوقت ريثما يحل العراق مكان قطر على رأس الجامعة، ويتكل الأسد بذلك على تشرذم المعارضة وفشل المساعي العربية. هذا ويسعى وفق الكاتب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع معارضين مستقلين في الخارج قد يلعبون مع النظام ورقة التسوية. في هذه الأثناء المجتمع الدولي منهمك بالديون الأوروبية وبعرض العضلات في مضيق هرمز، كما يعنون الياس حرفوش في صحيفة الحياة اللندنية. عرض عضلات يصفه الكاتب بالبازار المفتوح بين طهران وواشنطن، ويعتبر أن الصراع المحتدم حول مضيق هرمز سيهدأ تحت ضغط الواقعية الدبلوماسية التي ستلجم لغة المدفع. صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون الأمريكية تنصح إسرائيل بعدم ضرب إيران. روجر كوهان كاتب المقال في الصحيفة يعتبر أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي الانصياع إلى رغبة الحليفة الأمريكية على أن يغامر في حرب على العدوة الإيرانية، حرب لن يخرج منها منتصرا لأنه سيوحد الداخل الإيراني ضده، وسيدفع بالعالم العربي إلى الراديكالية، وسيلهب حزب الله على حدوده، وسيعزز نفوذ حماس في غزة. هذا وستفقده غلطته المشؤومة هذه دعم واشنطن وفق الكاتب. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تعتبر أن المواجهة بين واشنطن وطهران بدأت تشكل خطرا على حملة الرئيس الأمريكي للانتخابات القادمة، وما يزيد من الطين بلة وفق الصحيفة هو حديث الجمهوريين التصعيدي الداعي إلى ضرب برنامج الدولة الفارسية النووي. تتزامن تصريحات الجمهوريين مع تأجيل المناورات العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل التي كان من المقرر إجراؤها في الربيع المقبل. المسؤولون الإسرائيليون حسب الصحيفة علقوا على مضض قائلين إن الهدف من التأجيل هو التخفيف من حدة الضغوط الإقليمية في المنطقة. حدى حزام في صحيفة الفجر الجزائرية تنتقد مبادرات التودد الإسلامية لإسرائيل. لم يعد سرا على أحد تقول أن يدفع الإسلاميون في تونس ومصر فاتورة الدعم الغربي لحكوماتهم الجديدة. الفاتورة باهظة تقول، فالتطبيع مع الدولة العبرية وحماية المصالح الأمريكية في المنطقة سيقضيان على عقيدة الإخوان التي قامت ولعقود طويلة على معاداة إسرائيل. الإسلام السياسي يتوطد في مصر، تكتب صحيفة الأهرام المصرية. وحيد عبد المجيد يحلل الوضع في مصر قائلا إن عوامل كثيرة أربكت المسار الانتقالي في البلاد، بدءا بأخطاء الإدارة العسكرية ووصولا إلى الانقسام السياسي الذي أوجد حالة ارتياب غذاها مستخدمو الفزاعة الإسلامية.
الوعي السياسي ضروري برأي الكاتب لتأمين انتقال للسلطة لا يكون هدفا بحد ذاته بقدر ما يكون وسيلة لبناء مصر الجديدة. دائما في شأن المصري، مأمون الأفندي في صحيفة الشرق الأوسط يحاول فهم الظروف التي أدت إلى انسحاب محمد البرادعي. الكاتب يشبه هذا الانسحاب بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك، فهو لا يصدق أن رجلا بقوة هذا الأخير يترك الحكم بهذه البساطة وذلك من دون ضمانات. محمد البرادعي هو أيضا لا يمكن أن ينسحب بسهولة عينها. من الواضح، يقول الكاتب، أنه تعرض لضغوطات غامضة دفعته إلى هذا التصرف. أخيرا، الصحف الفرنسية اهتمت بتخفيض تصنيف فرنسا الائتماني درجة واحدة، كما اهتمت بجوائز الجولدن جلوب في مجال السينما والتلفزيون. صحيفة لو موند الفرنسية كرست مقالا عن الفيلم الفرنسي The Artist الذي حاز على 3 جوائز تعد سابقة لفيلم فرنسي في تظاهرة دولية. بهذا نأتي إلى ختام جولة اليوم قدمناها لكم من فرانس 24. دمتم بخير وإلى اللقاء. في جنوب إفريقيا تغتصب النساء المثليات لإعادتهن إلى الطريق المستقيم. ذنبهن أنهن سحاقيات. منذ عدة سنوات يشهد هذا البلد موجة غير مسبوقة من الاعتداء على المثليات، ولكسر حاجز الصمت والخوف قرر بعضهن الكلام بإقدام وجرأة. كوكب الأمل اليوم في 6:15 مساء بتوقيت باريس على فرانس 24.